بيكم في أول فيديو شروحات في قناة ATech Channel. النهارده هنتكلم فيه عن موقع بيعمل فيديوهات بالذكاء الصناعي، وفي برضو ميزات كتيرة زي ان انت تقدر تخلي شخصيتك او الصورة بتاعتك تتكلم. ومثلا تقدر برضو انك انت وسريع ومجاني كتير، وتقدر كمان انك انت تجيب الصور وتعمل لها مشاهد وقصص وحاجات وكده. وكمان في برضو ترندات كتيرة زي ترندات القطط مثلا اللي هو ترند الشمبانزي وحاجات كده، وتقدر تخليهم كمان يتكلموا. تمام، يلا بينا نخش على الموقع. اول حاجة هنخش على اي متصفح عندنا وهنخش على الموقع ده. هسيب لكم رابطه في البايو. هنخش نعمل تسجيل دخول. اول ما نعمل تسجيل دخول دي هتكون واجهة الموقع. طبعا هو هيدينا اول ما تعمل تسجيل دخول بحسابك هيدينا 300 بوينت فري، دي تقدر ان انت تصنع بيها الفيديوهات. تمام. نبدأ بقى. يعني هنا بص هيكون هنا ظاهر كل بقى الأعمال بتاعة الناس اللي استخدموا الموقع وكده، في منهم حاجات تبع الموقع هنا. وبرضو هيكون يعني مصنوعة ببرامج ذكاء اصطناعي قوية وكده. هندوس على علامة كرييت، هتظهر قدامنا الواجهة دي. طبعا هنشرح كل حاجة فيها بالتفصيل. هنا ده الواجهة دي. بيقولك هنا تحب تدوس على الصورة دي، تكون الصورة دي موجودة عادي، ولا تجيب الصورة انت من بره. احنا هنسيب الصورة دي مثلا. ونقدر كمان احنا نضيف اي صور تانية، بس احنا هنسيب الصورة دي. وهنا بقى بيقولك عايز فيديو ولا ايمج ولا صورة. هو دي ده برضو في الموقع، بس هنتكلم عليها في فيديو تاني. ايمج دي تبع الموقع برضو. دي ميزة خرافية جدا ان انت تقدر ان انت تكتب له البرومت او الوصف بتاع الصورة اللي انت عايزها، وهيروح يجيبها لك ويحطها لك هنا على الموقع. يعني تكون جاية من الموقع بنفس الدقة ويجي يحطها لك على طول هنا على الموقع. تمام، احنا هنستخدم الصورة دي وهنيجي هنا. هنزل لتحت هنا. طبعا دي المكان بتاع الفيديوهات اللي هتظهر لك. يعني لو انت دوست على ان الجنريت فيديو هيبدأ يعمله لك هنا. هنا طبعا ده بيقول لك اعداد الفيديو عايزه 10 ثواني ولا 5 ثواني. احنا هنخليه 5 ثواني زي ما هو، وهنخليه جودة HD يعني. وطبعا بيقول عايز ريموف ووتر مارك ولا لا. احنا هنسيبها علشان دي مش مجانية. هندوس هنا جنريت فيديو. طبعا هو عايز 20 بوينت عشان يقدر يصنع الفيديو. هندوس جنريت وهيبدأ ان هو يعمل الفيديو. طبعا الفيديو عمله على طول عشان هو قصير. هنشوف الفيديو كده زي ما انتم شايفين. It's alright, that's okay. I'm gonna love you anyway. It's all زي ما انتم شايفين الفيديو كده اتعمل اهو بسرعة وبطريقة سهلة، وكمان الشخصية بتتحرك وبتتكلم. يعني انا ما كنتش عايزة تتكلم، بس ما اعرفش هما ليه خلوها تتكلم. المهم يعني هو هنا ده البرومت بتاع الشخصية وان هي تقول ايه. تقدر طبعا انك انت تغير عليه او تخليه ان هو يقعد يعمل لك برومتات عشوائية ويحطها لك على الفيديو. بص هو هنا كتب برومت تاني للفيديو وكده. تمام، بعدها تقدر انك انت تحمل. بس يعني طبعا هنا انت تقدر ان انت تعدل على الموسيقى اللي تكون موجودة في الفيديو. انا طبعا مخليه بدون موسيقى. تقدر بقى تختار من بين الاف من الموسيقى وكده. وهنا انت تقدر تضيف ساوند افكتس من الذكاء الاصطناعي، يعني AI هو يحط لك الذكاء الاصطناعي من نفسه. بس هو كده ضاف هو ساوند بالذكاء الاصطناعي. طبعا هنا طبعا هنطلع احنا الواجهة الاولانية. هندوس على دي هيطلع لبرا كده في الواجهة دي. هنروح مثلا على مثلا هننزل مثلا ونروح عند الترندات بتاعت اللي هي بتاعت الحاجات يعني القطط وكده. فهنجيبها. هو ده قسم القطط. هنا طبعا بيكون ظاهر لك كل الفيديوهات المعمولة باستخدام البرنامج ده، زي مثلا ده.
ده هنا الفيديو ده معمول برضو باستخدام البرنامج ده، والفيديو ده برضو. احنا هناخد الفيديو ده ونعمله ريميكس. تمام، ظهر معنا الفيديو اهو زي ما انتم شايفين. هنخلي الفيديو زي ما هو ماشي. هننزل هنا، هنيجي ندوس نخلي الفيديو مثلا 5 ثواني زي ما هو، ندوس جنريت فيديو. هيبدأ الفيديو ان هو يتعمل هنا هنا. واول ما يخلص هو طبعا بيقول هنا 12 دقيقة، بس هو اصلا مش بيكمل غير مثلا دقيقتين ولا حاجة، فهيحمل الفيديو انه يرجع له جوه. طبعا هنا اتعمل الفيديو اهو ظاهر اهو بجودة عالية، وبقى دلوقتي هو معمول. طبعا نقدر نعدل في الصوت او كده، مثلا فتحنا الصوت كده يظهر الصوت فعلا كويس. تمام. بس طبعا عشان نحل مشكلة ووتر مارك دي، تخش على جوجل هنكتب remove watermark from video. هنخش على اول موقع ده اللي هو easy remove. هنعمل ابلود للفيديو اللي احنا ثانية واحدة. هنعمل داونلود للفيديو. اول ما الفيديو يتحمل اهو هنروح نيجي هنا ونعمل له ابلود. هنروح على داونلود ونختار اول فيديو. يظهر الفيديو قدامنا هنا. طبعا دي الواجهة بتاعت البرنامج. هنمسك كده، هنيجي عند العلامة كده وبعديها نروح نحوش العلامة ونحدد العلامة بس عشان ما يعملش اي غلطات في البرنامج. وبعديها هنيجي نيجي ناخد الجزء ده برضو ونعمل ريموف ووترمارك. ده مش بيكمل ثواني وبنلاقيه ان هو خلص الفيديو. زي ما انتوا شايفين هنا بعد ما الفيديو اتعمل العلامة المائية اتحاشت اهو. لو جينا عملنا كده ما هتكون بيوري يعني العلامات المائية موجودة. تشغيل كده هنلاقي الفيديو شغال معانا كويس ومفيهوش حاجة، وحتى كويس وبجودة عالية، وكمان بدون ما انت تسجل دخلت على الموقع على طول وعملت كل حاجة. طبعا تقدر تعمل من هنا داونلود. لو انت عايز تعدل على الفيديو تجيب فيديو تاني غيره طبعا وتخش العلامة المائية زي ما انت عاوز براحتك بس. وبعدها ترجع هنا وتعمل بقى اللي انت عايزه. طبعا هنا لو انت عايز تزود عن 5 ثواني من بتاعة الفيديو هتحتاج ان انت تعمل ابجريد او النسخة المدفوعة. بس طبعا اللي عامل بدون نسخة مدفوعة البرنامج كل ما انت تيجي كل يوم بيروح يديك 30 كوين. يعني انا كل يوم كنت بخش البرنامج لحد ما اداني 430. اول ما تخش على الموقع ده هيديك 360 بوينت زي ما انا قلت في اول الفيديو. هو انا لحد دلوقتي في الليفل التاني ومعايا 480 كوين. تمام. هنيجي نروح برضو هنا طبعا زي ما انا قلت لكم هنا بيكون ظاهر كل الحاجات، كل الترندات وكل الحاجات اللي انتوا عايزينها. لو جينا هنا سبيس معمول لها وتكنولوجي والتكنولوجي بقى الحاجات اي حد ماسك حاجة وكده. وحتى انك كده تقدر تعمل فيديو اصلا من الصفر يعني بدون اي مساعدة من الفيديوهات دي خالص. تيجي كده هو طبعا بيجيب لك هنا صورة عشوائية، اي صورة عشوائية، وعندك هنا صور كتيرة جدا وتقدر تبني بيها اي برومت حرفيا اللي انت عايزه. جايب لك الصورة دي مثلا بس احنا مش هنحتاجها، احنا مش هنعمل بالصورة دي. تقدر طبعا انت انك انت تضيف صور من الحاجات دي وتحطها وتستخدمها. يعني مثلا ده مثلا التأثير ده عجبني مثلا اخده واستخدمه في الفيديو بتاعي. ثانية كده. بس دلوقتي بقى لو احنا جينا اخترنا الصورة دي وعملنا بيها فيديو هيطلع الفيديو فيه نفس التأثير ده بس على نفس الصورة اللي احنا عاملينها دي هيطلع فيها نفس التأثير. يعني ده تأثير مش موديل، ده مكتوب هنا افكت موديل، وده طبعا في التور البيتا فيعني للتجربة بس، وممكن تلاقي فيه شوية اخطاء بس يعني. وهنا طبعا انت تقدر تضيف صوت
تضيف صوت للبيج فوت او تعمل جنريت اوديو، تخليه كل شويه يغير الصوت، وتقدر هنا من هنا تعدل الكلام اللي هو بيقوله، بعدين تدوس صح وكده هو هينزل. هنا تقدر طبعا تعمل ابلود لاي الاصوات او كده، او تقدر حتى انك انت تسجل صوت بنفسك. بس يعني برنامج كله مميزات الصراحة. وهنا في صورة 2 اللي انا هتكلم عنها في فيديو لوحديها، لان دي حوار تاني كبير وكويس جدا، ويعني اصلا اغلب الناس دلوقتي هتلاقيهم بيتكلموا عنه، لانه الذكاء الصناعي اقوى من شات جي بي تي والحاجات دي وكده. طبعا هنا الاي اي تولز اللي هي تقدر انك انت تحوش الووتر مارك دي، يعني لما تيجي تستخدمها بص هيقلل من الجودة اصلا، فاحسن لك تستخدم البرنامج اللي احنا قلنا عليه وبس.